اهلا بيكم معانا في فيلمنا النهارده. معانا ومعاكم فيلم الدراما ميد نايت ان باريس اللي تم اصداره سنه 2011 من اخراج وودي الن، عشان لو حابب تدور عليه. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش لايكك الجميل، اشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. بعد المقدمه الرايقه للفيلم اللي بيورينا فيها باريس بحلاوتها وجمالها وشوارعها، مدينه الحب، بنتعرف على جيل، كاتب السيناريو الهليودي الناجح والمعروف. كان بيجرب موهبته في كتابة الروايات بعيدا عن سيناريو الأفلام. كان عايز يجرب حاجة عميقة كده ليها أبعاد مختلفة بعيدا عن الكتابة المبتذلة اللي بيعملها في أفلامه. كان رايح لباريس مع خطيبته نيز، وكانوا قاعدين مع أهلها. كان واضح من كلامه إنه واقع في حب المدينة دي تماما. كان بيتكلم عن فرحته لو عاش في المدينة دي وفضل ماشي في شوارعها، وخصوصا وقت الشتاء. لكن نيز كانت حابة المكان كأجازة ومش عايزة تطلع بره الولايات المتحدة، وكانت فاكرة إن كل أحلامه في الكتابة وإنه يعيش في المدينة دي مجرد أوهام أو نزوة منتصف العمر. جيل كان بيتكلم كمان إنه عايز يشوف المدينة دي في العشرينات من القرن اللي فات، واللي كان فاكر إنها العصر الذهبي، لأن المدينة كانت بازار للفنانين عشان يلاقوا إلهامهم. بيكاسو ودالي وفيتزي جيرالد وغيرهم. وهم قاعدين في امان الله بيقابلوا بول ومراته كارول. بول كان الاكس بتاع نيز من الاخر. بول بيعزمهم عشان يشوفوا الاماكن السياحيه، لكن جيل ما كانش حابب الفكره، لكن نيز بتوافق وخلاص، تحس انها مش شايفاه اصلا. لما بيرجعوا اوضتهم الاتنين بيتشاكلوا على اللي حصل، ان نيز كانت شايفه بول عبقري وبتقول له يديه الكتاب بتاعه عشان يقراه، لكن جيل كان شايف انه مجرد نخبوي ومدعي مش اكتر. لما الاربعه بيطلعوا، جيل ما كانش طايق بول. الجدع كان قاعد بيلوك طول الوقت وشاف نفسه خبير سياحي، وقاعد كمان بيصحح معلومات المرشدة السياحية. نيز كان على وشها تعبير انت ازاي كده، لكن جيل كان على وشه تعبير انت ازاي كده. على اخر اليوم بول عزمه على رقصة على السريع، لكن جيل بيرفض ونيز قررت انها تروح وخلاص. جيل كان عايز يشوف المدينة أكتر، فقرر إنه يمشي لحد الفندق. للأسف بيتوه في النص وبيحاول يسأل، لكن مفيش حد بيتكلم إنجليزي. فبيقعد شوية على السلالم عشان يجمع نفسه من السكر اللي كان فيه. وساعتها الساعة 12 ونص بالليل بتضرب. ساعتها بتظهر عربية قديمة خالص، وبينزل منها شلة لابسة لبس رسمي وقاعدة بتشرب، وعزمته عشان يركب. كان رافض في الاول، لكن خدوه عافيه ومشوا. بيروح الحفله، الناس كانت لابسه شيك على الاخر، لكن الموضه بتاعتهم كانت قديمه. بيقابل هناك اتنين متجوزين، زيلدا وسكوت فيتجيرالد والعازف كول بورتر. بيفتكر في الاول ان ده تشابه اسماء، يعني زيلدا وسكوت كتاب مشهورين. سكوت كتب جاتسبي العظيم، وزيلدا اللي عملت قطعه من الجنه. زيلدا كانت ملانه على الاخر، فاخدت جوزها وجين معاهم وطلعت على مكان تاني. بيقابلوا هناك جوزفين بيكر، وجيل بيقعد مع نفسه شويه ويحاول يستوعب انه سافر فعلا لباريس في العشرينات، وفي الاخر بيتقبل اللي بيحصل وبيقعد يفرح ويهيس معاهم. الموضوع عامل زي ما تكون رايح طالع في امان الله وتقابل مثلا الست او عبد الحليم ومعاهم نجيب محفوظ وخيري شلبي والناس دي، فتخيل بقى كميه الاستغراب وايه الهبل اللي بيحصل ده. لما بيخلصوا رقص بياخدوا بعضهم وجيل وبيطلعوا على كافيه، وهناك بيقابلوا جون بيلمونت، واخيرا بيقابلوا العظيم اللي فلت من الموت في الحروب والاوبئه والامراض والانفجارات، وقرر يقتل نفسه في الاخر، والحائز على نوبل في الادب ارنست هيمنجواي. بيقعد يتكلم معاه شويه، وجيل بيطلب منه يقرا الروايه بتاعته، لكن ارنست بيرفض عشان هيكرهها، لانها لو حلوه فهو هيكرهها عشان هو كاتب وما كاتبش زيها، وهيكرهها برضه لو وحشه عشان بيقرا الكتابه السيئه. لكن بيقول له انه هيعرفه على واحده تقرا الروايه بتاعته، وبيقول له انه بيثق فيها في الروايات بتاعته، واللي كانت جريتا شتاين. جيل عقله بيطير من الحلاوه، بيقول له انا هروح اجيب الروايه حالا، لكن لما بيطلع وبيمشي شويه بيعرف انه نسي ياخد المكان اللي هيتقابلوا فيه، فبيرجع تاني للكافيه، لكن بيلاقي ان المحل اتغير واختفى، وده معناه انه رجع للحاضر تاني. تاني يوم بيقول لنيز على اللي حصل، لكن ما كانتش مصدقاه طبعا. اخر اليوم بياخدها معاه وبياخد روايته وبيطلع على نفس المكان اللي ركب منه العربيه واستنى. نيز ما استحملتش الوقفه الكتير ومفيش حاجه حصلت، فاخدت بعضها ومشيت. ساعتها الساعة 12 ضربت والعربية القديمة ظهرت مرة كمان. بيلاقي أرنست راكب فيها بيتكلم معاه شوية، وبياخده على جريتا. هناك بيقابل جريتا وبيقابل بيكاسو وعشيقته أدريانا. كانت بتتكلم مع بيكاسو، وبعدها بتقول لجيل إنها هتقرا الرواية بتاعته وتقول له على رأيها فيها. كانت عايزة تتكلم مع أرنست، فجيل بياخد بعضه وبيقعد مع أدريانا اتكلموا عن الحنين للماضي، وإنه اتولد في زمن غير زمنه، وكان عندها نفس الرأي، لكن كانت شايفة إن الحقبة الذهبية لباريس كانت في اواخر القرن اللي فات، على عكسه اللي كان فاكر العصر الذهبي في اوائل القرن اللي هم فيه. بعدها بيروح الفندق بتاعه وهو مش مصدق نفسه باللي حصل.
قابل بيكاسو وجريتا وارنست وحاجات كبيره قوي اخويا، ولكن اهمهم انه ما كانش عارف يبطل تفكير في ادريانا. تاني يوم بيطلع هو ونيز امها وبيطلع على محل انتيكات شغال فيه موسيقى جاز كلاسيكيه، وبيقابل هناك جابرييل اللي كانت بتحب الموسيقى والانتيكات برضه. بعدها بيطلع مع نيز على متحف، وبول كان موجود وكان لسه قاعد يلوك. في نفس الليله بيطلع تاني على الزمن اللي بيحبه، ونيز ما كانتش مهتمه بيه خالص، وقضت وقتها كله مع بول. واهلها لما عرفوا اللي جيل بيعمله شكوا فيه، وابوها عين واحد عشان يمشي وراه طول الوقت ويشوف هو بيعمل ايه. جيل بيقضي كل وقته وهو بيهيص وبيحتفل مع كل المشاهير الممكنه، وعلاقته مع ادريانا بتكبر خصوصا لما بتسيب بيكاسو يعني. في احد المرات بيلاقوا زيلدا وهي عايزه تنط في الميه وتقتل نفسها عشان فاكره ان سكوت ما بيحبهاش. بيطلع حبايه مهدئه كان بياخدها عشان نوبات الهلع اللي بتجيله مع نيز، وكان بيقول انها هتختفي بعد الجواز. بعدها بنلاقي جيل وادريانا قاعدين وتساله على خطيبته، وساعتها بيعرف ان مفيش اي حاجه مشتركه بينهم وانه ما بيحبهاش فعلا. ادريانا بتقوم وبتمشي بحجه عبيطه، اللي هو لما عرفت انه خاطب قررت انها تسيبه وتمشي. بيلاقي بعدها دالي ولويسا بونوليل ومان راي بيقول لهم انه في المستقبل، وبما انهم من رواد الفن السيريالي فكانوا مصدقينه. مش عارف بقى مصدقين بالمعنى الحرفي ولا لا. تاني يوم بيحاول يخلي نيز تفضل معاه في الاوضه عشان يقضوا وقتهم سوا، لكن ما كانتش عايزه تتاخر على ميعادها مع بول. على اخر اليوم بيطلع على جريتا وبيعرف منها ان ادريانا طلعت على افريقيا مع ارنست، وبتقول له كمان انها خلصت الروايه بتاعته. بتقول له انها حبت الكتاب جدا، وبتاكد ان قلمه حلو لكن لازم يبطل الدفاعيه والتشاؤم اللي بيكتب بيهم. على اخر الاسبوع بيقعد لوحده وبيتمشى وبيطلع على شارع الانتيكات، وبيجيب اسطوانه من جابرييل، وبيلاقي بالصدفه مذكرات ادريانا. بياخدها وبيطلع على مترجمه عشان تقول له على اللي فيها. المذكرات كانت بتتكلم عنها وعن عشاقها، وفي الاخر بتعترف بحبها لجيل في المذكرات، وكان عندها حلم انه هيديها حلق هديه. بيطلع بعدها على محل المجوهرات وبيجيب حلق، وبيطلع على جريتا بيديها النسخه المعدله من الروايه، وبيسالها على ادريانا وبتقول له على مكانها. بيطلع عليها وبياخدها على مكان هادي، لكن بيقابله لويس بونوليل وبيقول له على بلوت تويست، واللي بقت فيلم اباده الملاك بعد كده، واللي تم اصداره سنه 1962. بياخدها في حته لوحدهم وبيديها الحلق اللي جابه، وادريانا بتحبه جدا جدا. لكن مره واحده بيلاقوا حنطور بيظهر وناس بينزلوا منه وبيخلوهم يركبوا، نفس اللي حصل مع جيل. الحنطور ده بياخدهم على عصر ادريانا الذهبي. بيقابلوا هناك شخصيات مش عارفها انا عشان انا ثقافتي لا تتعدى القرن اللي فات. بيقعدوا يتكلموا شويه وبيعرضوا على ادريانا شغلانه في تصميم الازياء. بتتكلم مع جيل وكانت عايزه توافق وتقعد في العصر ده، لكن ساعتها جيل بيقول لها انا اصلا من المستقبل. قعدوا يتكلموا شويه وبعدها قررت انها تفضل هنا على طول. بتاخده قبلة الوداع وبتمشي. بيرجع على جريتا وبتقوله انها حبت الروايه اكتر بعد التعديل، وبتقوله انه في الطريق عشان يكتب روايه عظيمه جدا. بتقوله كمان ان ارنست قرا الروايه لكن عنده شويه ملاحظات، زي ان ازاي بطل الروايه مش شايف ان حبيبته بتخونه مع الجدع اللي بتشوفه كتير. شخصيات الروايه كانت متاخده من حياه جيل، فساعتها بيعرف ان نيز بتخونه. تاني يوم بيتكلم مع نيز على اللي حصل وانها بتخونه مع بول. بتنكر في الاول لكن بتعترف في الاخر، وما كانتش ندمانه على اللي عملته خالص. ساعتها بيعرف انهم ما ينفعوش لبعض وبينفصلوا، وجيل كان مبسوط على الاخر وقرر انه يفضل في باريس، وبياخد بعضه وبيمشي من الاوضه. بيقضي طول اليوم يتمشى في باريس، وفي اخر الليل بيتمشى على نهر السين او مش عارف نهر ايه، وبيقابل جابرييل بالصدفه. بيعرض عليها يمشي معاها لحد البيت وهي بتوافق، وساعتها الدنيا بتبدا تشتي وبتقوله انها بتحب تمشي في باريس تحت الشتاء. بيمشوا سوا وبيشاركوا حبهم لباريس تحت الشتاء، ودي كانت بدايه علاقه جميله كلنا بنحلم بيها في الشتاء اللي داخل ايها المشاهد الوحيد البائس. وبس كده ساعتها تتر النهايه بيظهر. واي نعم باريس جامده في الافلام خصوصا الفيلم ده، لكن هي عامله شبه كوبري رمسيس كده يعني، فما تخليش السينما تخدعك. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص، ونشوفكم على خير الفيلم الجاي. وطبعا قبل ما نقفل ما تنساش لايكك الجميل، اشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. سلام.